سلام، كيفكم خياتي خواتي بناتي امهاتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وفي احسن الاحوال يا رب العالمين. ما تنساوش تصلوا وتسلموا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في قناتي المراه الطموح. ما تنسونيش بالجيم والاشتراك القناه لتعم الفائده. جيت ندير معكم هذا الصابلي بنين بنين بنين، بسم الله ما شاء الله. غندير معكم كميه وفيره وتقدري تقسمي الكميه الى نصفين، والمقادير تقسميهم على زوج. انا درت هنايا 500 غرام نتاع المارغرين ولا الزبده. تقدروا تخدموا 250 غرام فقط. نقصوا المقادير على حساب انا ندير المقدار نتاع 500 غرام، انتم ديروا 250 غرام. نكملوا البنات. هنايا عندي السكر الناعم، عندي كاس ونص نتاع السكر الناعم. عندي زوج حبيبات نتاع البيض كاملين، وعندي زوج صفار، زوج بيضات كاملين وزوج صفار، ورشة خفيفة نتاع الملح لتعديل المذاق. نحلهم هكا غير شوية ولا قيس شوية. تقدروا تخدموا بيدكم كما تقدروا تخدموا بالباتيغ عادي عادي، ولا بالضراب الكهربائي ولا اليدوي. نخدم هذيك المارغرين راهي دايبه بما انه راه الحمص السخانه، مع هذاك السكر، كاس ونص تاع السكر والبيض، زوج حبيبات كاملين وزوج الصفار. غادي يندمجوا بكل سهوله بما انه راه سخانه، ما غادي لا تسعبك لا حتى شي. هاكا دمجيهم غايه. هذا الصابلي يجي خفيف بنين، بسم الله ما شاء الله، بذوق الكاكاو. يجي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نبقى نضيف في الزيت بالتدريج. اولا كاس نتاع الزيت، اولا نبقى نضيف فيه غير بالتدريج، خاطر علاه راني نخدم باليد. ندفعه ولا نديروه على دفعات. وين تخدمي بالضراب الكهربائي عادي ديري على 3 دفعات. انا بما انني نخدم باليد ندير غير على دفعات صغيره، ونبقى نضخها في الكميه نتاع الزيت. دائما الحلويات ولا الصابلي نتاع الزيت ضيفوا بالتدريج، باش هذاك الزيت ما يبقاش يطفو على برا ولا يجي باين. هكا خياتي بهذه الطريقه تحصلوا على قوام كريمي بسم الله ما شاء الله. واذا خدمتم 250 غرام كاع المقادير ديروهم على زوج. نقصوا في الكميات نتاع الزيت نتاع السكر، كل حاجه تنقصوا منها. كيما البيض ديري حبه كامله وواحده صفار. انا في 500 غرام درت زوج بيضات كاملين وزوج الصفار. انتم ديروا حبه كامله وصفار بيضه. ندخل داك الكاس نتاع الزيت بالتدريج هكا وخفقتها غايه. هيا شوف تحصلوا عليه بهذا القوام هاولا راكم تشوفوا فيه. ضروري البنات باش نتحصلوا على هذاك اللون نتاع الشوكولا ولا الكاكاو البني المر. شوفي انا درت كاكاو بني مر نوعيه جيده البنات، خير هذاك اللي فيه الرائحه الشابه. درت نص كاس نتاع الكاس تاع كاكاو بني مر. هذا غادي يعطينا اللون ويعطينا المذاق في نفس الوقت. وغادي نكلاصيوها البنات، كلاصيوها بالتانيك بالشوكولا ولا. شوفوا غادي يعطيكم حل الصابلي بسم الله ما شاء الله بذوق الشوكولا. ما شاء الله ما شاء الله تجي روعه 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 في البنه، ولا قمه قمه في البنه خياتي تجي ما شاء الله. هنا نتوما درتو 250 غرام ديروا زوج مغرفات هكا ودخلته. شوفوا اللون اللي طه لنا كريمي، مذاق بسم الله ما شاء الله. نبقاو دروك نضيفوه في النواشف. نبقاو لي دروك النواشف. وهنا البنات عندي نص كاس نتاع الكوفريط راني راحياته البنات في الرقيق بذوق الشوكولا. كذلك كوفريط بذوق الشوكولا تانيك ضفته بالتدريج، ضفتها على دفعه
ودرت الكاس نتاع المايزينا ولا نتاع نشاء الذره. تقدري ديري كاس قل ربع ولا ديري كاس عادي، غادي يعطيني الخفافه والهشاشه للصابلي تاعي ويجي بسم الله ما شاء الله. وتقدروا تعوضوا الباكين تاع الكوفريط ولا الباكي تاع الكوفريط قلت لكم درت انا نص الكاس، تقدروا ديروا عادي، ديروا الكاطو ولا تفرحيوه وصاي. وهنا البنات درت كميه نتاع الفارينه، درت وحده الفرفاره وبقيت نلم في العجين تاعي. نضيف الفرينه على دفعات واني مغربلتها من قبل، ونبقى نضيف فيها بدون دك ولا حتى شيء، غير بالاصابع، وتبدو تلموا في الصابلي نتاعكم حتى تحصلوا على عجينه طريه تاع الصابلي، ما تقصحوهاش خياتي. كما نعرفوا الكاكاو غادي يمتص الكميه نتاع السوائل، وحتى الفرينه فيه الزيت تاني كيمتص الفرينه. حاولوا كاع العجين اللي يكون فيها الكاكاو ما تقصحوهاش البنات، غاش من بعد كنا راح تغبنكم بالبزاف. راني نضيف بالتدريج مع الغربله، اكيد راني مغربلتها هنا هاد الفرينه، نغربلها حتى مرتين باش هذاك الصابلي يجيني هشيش والقوام تاعه ما شاء الله ما شاء الله. تقطع لك كميه فانيك بزاف، كميه زاكيه تاع الصابلي هكذا. بعثتكم لا تسرع الفيديو ولا والو، باش اي وحده مبتدئه تقدر دير هذا الصابلي. كانوا معايا وحدين دخلوا معايا في الحفل وقالوا لي حبينا وصفه الصابلي تكون شابه وديريها لنا بالتدقيق، راني درتها لكم بالتدقيق. نلم العجينه ونرجع معكم. ها هي العجينه اللي تحصلت عليها، تكون طريه. العجين كاع اللي يكون فيه الكاكاو لازم ديريه طري هكا، خليها طري، غادي يزيد يمتص كما تعرفوا الزيت والكاكاو، وخلوها طريه لاخاطش غادي تنشف لكم وتغبنكم من بعد. كويرتها هكا نغطيها ونبقاو نجيب الحلال نتاعي ونبدا نخدم في الصابلي نتاعي. نتوما الشكل اللي بغيتوه ديروه، انا درت هذاك الشكل نتاع السداسي وزينته بهذوك الوريدات، وانتيا لك الاختيار. ان شاء الله من القدام ان شاء الله ندير معكم وصفات بالتدقيق هكا ولا تدابير بالتدقيق كيفاش خدمت الوريدات، فقط للامانه واحد يكون مقلق وكاع الله المستعان الحمان. انا درت ساشي من تحتها ودرت العجين تاعي ودرت ساشي من فوق، بقيت نفتح فيه. ديروا الساشي، لازم ديروا الساشي باش يساعدكم في الخدمه، ما ترقوش العجين تاعكم. ولا انا هنا داير الفرن تاعي يحمى مسبقا باش غير نعمر هذاك السنيون تاعي تكون جاهزه. هذيك الفرن يكون حامي، نروح نقص له ونطيبه على نار متوسطه. حطوا الطابع تاعكم وهربوا، قفلوا عليه هكا وهربوا، ما تزعزعوش، ما تردوا لا هاك لا هاك، هكينا يجيكم الشكل عوج ولا يجيكم هكا صغيور ويتقلص معاكم. ها هو العجين، ها هو نتوما ديروا الشكل اللي بغيتو. وحط طريقه تاع الطياب. انا غادي نعمر كاع السنيون تاعي، نقص الفرن تاعي كما في الصابلي يطيب غير من تحت. اللي تبغي شويه هكا اللون تاعو ولا تبغي شويه جاي مقرمش تشعل عليه شويه من فوق. هو الصابلي يطيب غير من تحت وينشف عادي، وانتيا كيما بغيتي. تبغي طيبيه غير من تحت حتى ينشف، تبغي طيبيه من تحت وزيدي تشعلي له غير شويه من فوق، قيس هكا ما يزيد ينشف شويه فقط. هذا ما كان، عفوا. نطيبه الصابلي ونرجع لكريمه الزبده نتاعي. هنا شاديت فيها، ديت 250 غرام نتاع المارغرين، وعندي السكر الناعم هذه فيها 700 غرام مع الغرباله. دائما ندخل هكا، نحاول نحلها هكا شويه قبل ما نوض الباتيغ نتاعي باش ما يطيليش هذاك السكر، ونبقى هكا نحرك بالك. ان شاء الله ندير لكم وصفه بالتدقيق باش اللي حبت كريمه الزبده بالتدقيق ناجحه مليار 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 بالمية. نكمل هذيك الكميه تاع السكر، انا غادي نكملها هنايا في 250 غرام، غادي نكملها كامل خياتي. هيا نزيد نضربها غاية الغايه. تقدروا ديروا هذه الكريمه ديروها الاولى وتدخلوها في الفريجيدان تخليها تحكم روحها عادي، وديروا الصابلي نتاعكم. كما تقدروا تخدموا الصابلي نتاعكم لازم كي تعمروه بالكريمه الزبده لازم الصابلي يكون بارد، وحتى كريمه الزبده لازم تخرجوها من الفريجيدان عادي غير من تحت.
كي نجي البنات في نصف الباكي نتاع السكر الناعم، نجيب البنات باش يجيكم خفيف ويجيكم ما شاء الله ربع كاس نتاع الزيت، تعطيكم كميه زاكيه ويجيكم تانيك خفيف. درت ربع كاس تاع الزيت تانيك نروح نخلطه غايه الغايه بالدرجات. بديو تقاو بالباتير تاعكم غير بشويه حتى توصلوا للسرعه الكبيره كامل هكا، وهذيك الكريمه تبقى تطلع معاكم. هكا خياتي نزيد نكمل الكميه تاع السكر، وانا راني مع الغرباله دائما، وتبداو تطلعوا تانيك فيها. هكا خياتي. ونزيد نعطيكم المكون السري والسحري باش تجيكم كريمه الزبده ما تجيكمش تقيلق، تجيكم خفيفه وتجيكم ما شاء الله ما شاء الله. خلطتها تانيك هنا غايه، وانا درت لكم تسريع الفيديو. عندي ربع الكاس نتاع الماء بارد مقلاصي، صاير ربع كاس نتاع الماء بارد مقلاصي. غادي يعطيكم خفيه لكريمه الزبده نتاعكم، تجيكم خفيفه 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 وتجي ما شاء الله. حتى اللون نتاعها غادي يتغير اللون تقريبا اللون الابيض. ونكمل بهذاك السكر الناعم، وانا نخلط دائما. ولازم في هذه العمليه لازم الضراب الكهربائي في هذه كريمه الزبده. نهود كاع الحواشي كيما هكا، نحاول كاع نسقدهم ونبقى نطلع فيها حتى تكملي هذه الكميه تاع السكر. هايلا دائما غربلوها باش تدخل ديريكت في الزبده تاعكم، وتجيكم الكريمه تجيكم ولا اروع. تقدروا تزينوا بها لي طورت، تقدروا تزينوا بها الصابلي تاعكم من ما بغيتو ديروها، ولا تعمروا بها الكوكياج نتاعكم. ولا كملت هذيك الباكي نتاع 700 غرام. ونعاود نخفق جيدا. انا اللي حبت الوصفه نتاع الصابلي بالتدريج انا درتها لك بالتدريج وبالتدقيق. اللي حبت الوصفه باذن الله ندخل هذوك الحواشي. شوفوا هنا السكر كيفاش طلع معايا. نحاول كاع نهوده ونسقده هكا ونكمل الخفقه نتاعي. تحسوا هذيك الكريمه اللون تاعها تبدل وجات وراها ولات خفيفه وتبدل اللون نتاعها هكا. شوفوا اللون كي ولا ابيض تقريبا. هنا صايي نحبس نخوي لي فوين تاوعي، وهي الكريمه الزبده تاعي حاضره وجاهزه. بسم الله ما شاء الله. هذه الكريمه كاع كملت لي دوك الحبيبات، كملتهم لي بالتدقيق. ضروري نديرها في الثلاجه نخليها تبرد ونكمل الطياب تاع الصابلي نتاعي. وها ولا الصابلي نتاعي بعد ما طيبته. شوفوا كيفاش خرج بسم الله ما شاء الله. وخليته برد تماما تماما. جبت الكريمه نتاعي عمرتها هكا في بونش كيما هكا، وروحوا تعمروها. هنايا تبغوا ديروها كاع تلصقوها، تبغوا ديروا لها غير دويره في الوسط تعمروها تانيك بالنيسلي ولا كيما بغيتي نتيا، ولا على حسب ما بغات الزبونه نتاعك، ولا على حسب المقدور نتاعك تانيك. ندير معكم من هنا غير حبيبات ونقضي ببلاصه ومن بعد نكملوا في غرضي. كميه زاكيه كميه ما شاء الله مع الحمان السخانه. نحاول ما نوقفش في الكوزينه بزاف. نحط حبيبات هكا عمري فواكه، ومن بعد تروحي تسقفلي بالتحاته باش تسيك العمليه سهله ماله. الصابي لازم يكون بارد، والكريمه تاع الزبده كذلك لازم تكون بارده اكيد. نعمر ونقفل بالزاوجه، وانتي تقلاصيها كما بغيتي اللون اللي بغيتي نتيا تقلاصيها به هكا. نعمر هكا نقفل نضغط عليها غير شويه ماشي بزاف، واللي بقاو لي غادي ندور عليهم مع الجوانب كنزيد نعمرهم
يجي عامر هكا. وكي نكملهم كامل بنات نديرهم نديرهم في الفريكو يشدوا رواحهم غاية تانيك. راه الحمان راه سخانة، غير هذيك الزبدة بلا ما باش ما تغبنيش في الكلاصاج. هذا ما كان لازم تخلوها تجمد البنات، لازم تكتب روحها غاية الغاية حتى تبغي تجمد عاد تروحوا تكلاصيوها. نوريكم هنا غير الحبيبات، وهذا ما كان هاكا. شوف ضغطوا عليها غير ضغطه خفيفه، خلوها تجي عاليه باش تجيكم شابه هاكا. نخليهم نكملهم، نخليهم يبردوا غايه في الكوجري. ايوا ونروح نكلاصيهم. هنا الزبونه حبت الكلاصاج البنات نتاع الكاكاو تاع كيله بصح درت معاهم هنايا الكاكاو، السكر ناعم بصح درت الكاكاو. ان شاء الله يا ربي من الايام المقبله ندير معكم نديرها معكم بالتدقيق. حاولوا تخلطوها وخلوا هاد الطليه نتاعكم ترتاح باش تخرج هذوك الفقاعات كاملين. واذا كنتي مقلقه ما عادش كلاصيهم بقيت طردقي في هذوك الفقاعات ولا في هذوك المنابل اللي ديرهم طردقوهم باش تخرج لكم شابه. هذا ما كان. كما تعرفوا الحمان والسخانه الوحده تخاف من هذاك سيرتو اللي ما عندهاش ثلاجه ولا الثلاجه نتاعها خاسره ولا كي والو، تخاف منها. الشيكولا حاول تاع الشيكولا في الحمان واعره. شوفوا هاد الفقاعات هادو جيبي كيردون ولا اللي عندك وروحي طردقيهم ما تخليهمش. عفوا. نعاود حبيبه اخرى نقلاصيها ونطردق لها هادوك الفقاعات نتاعها. هذه الحبه اللي طاحت لي رفدتها وعاود درت حبه اخرى. شوف طردقوها هكا، اذا قعدوا غادي يقعدوا جايين يعطوا الشكل ماشي شباب للصابلي نتاعنا. ونحطهم هكا فوق كيس بلاستيكي ولا تحطوا فوق الشباك كيما هكا اللي يساعدكم في الخدمه. انا غادي نوريكم غير شي حبيبات فقط ونكمل ونرجعوا في الاخير. هما الوريدات هادو راهم طوندوس بسم الله ما شاء الله. خدمتهم بعجينه السكر بالاحمر والاخضر. شوفوا كي جاو درت لهم شويه عناكري وحطيتهم مباشره فوق الصابلي نتاعي. هاينا هكا. وشوفوا واش الصابلي نتاعي كي جا معايا. شوفوا البنات الصابلي نتاعي بعد ما شف بسم الله ما شاء الله جا روعه. هايلا جا ما شاء الله. بقى لي غنقول لكم شاهدكم في الجنه. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.